السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا رب. النهارده بقى هنعمل مع بعض كده اكله حلوه قوي قوي. لا طبيخ بقى ولا رز ولا قوطه بقى ولا الكلام ده. هنعمل مع بعض النهارده فاهيتا، وهنعمل ضلوع المحشي بقى. بشويه رز كده بتوع محشي كانوا باقيين عندنا في التلاجة، وهديكوا بقى ماسك جامد جدا جدا جدا. انا كنت بصراحة انا اول مرة استخدمه، بس هيعجبكوا جدا يعني عن تجربة بجد. يعني للأمانة للأمانة انا شفت واحدة على الفيس كانت منزلاه يعني، فقلت اجربه. بصراحة عجبني جدا وتحفة، برضو هيعجبكم. بس بقى يلا انزلي بسرعة حطيلي اللايك يلا لو الفيديو عجبك، واشتركوا بقى عندي في القناة لو القناة عجبتكم. يلا بقى نبدأ الفيديو مع بعض. انا بقى هنا طبعا انا بوريكم الخلطات دي خلطات نازلة جديدة، بس تحفة تحفة. دي نازلة باللحمة وبالخضار وبالسبع بهارات وبالفراخ والبطاطس المحمرة. طبعا مش السبع بهارات، اسمها ال11 بهار. يعني هي فيها بهارات كتير بصراحة، هي ريحتها قوية وحلوة قوي. يعني انا لما بفتح الكيس بستخدمه على مرتين، لكن لو انا هعمل محشي بحط الكيس كله. لكن لو هعمله في اكلة مثلا او في طبخة، لا بحط نصه بس، لان هو ريحته قوية ونفاذة جدا. تمام. فانا هنا قطعت البصلاية كده جوانح يعني، وحطيت معاهم شوية زيت. شوحتهم بالراحة، وحطيت بقى عليهم شوية التوابل اللي قلتلكوا عليها، وشوية ملح وفلفل اسود وبس. عقبال ما قطعت الطماطم بقى كانت البصلة دبلت، رحت حط عليها الطماطم. قلت بقى ايه يتبلوا كده شويه مع بعض. طبعا التوابل اللي حطيتها ايه ملح وفلفل اسود وبهارات. انتي بقى عايزه تحطي اي توابل تانية حطي، بس انا بديك الاساس، وانتي بقى ايه يعني اللي انتي عايزه تزوديه بقى زوديه. تمام. والناحيه التانية هنا قلت بقى ايه اقطع الضلوع دي. دي ضلوع انا لما بعمل محشي بحط في ارضيه الحله بتاعه المحشي اللي بحشي فيها شويه من الضلوع. تمام. فالضلوع اللي بتتبقى مش برميها بصراحة، انا بشيلها بقى في كيس في الفريزر متقطعة او سليمة يعني على حسب. وبيبقى ببقي عندي مثلا معلقة او معلقتين رز، بقوم عاملة بقى الخلطة دي. بصراحة بتبقى حلوة. انا في اليوم ده ما كانش ليا بقى نفس خالص ان انا اكل فاهيتا ولا كلام من ده خالص بصراحة. انا كان جاي على بالي اليوم ده ان انا اكل شوية خلطة، واستغليت بقى ان الولاد ما كانوش هياكلوا معايا منها، ورحت حاطة بقى فيها شطة. كلتها بقى كانت مشطشطة طبعا، وكانت تحفة تحفة. بس كده. طبعا انا حطيت معاها معلقه سمنه الحلوب، دي سمنه بلدي. حطيت معاها معلقه صغيره كده عشان طبعا تبقى طعمها حلو. والناحيه التانية هنا قطعت الفراخ رفيعه. قطعها رفيعه عشان ما تاخدش منك وقت في السوا. تمام. انا قطعت الناحيه التانية الضلوع، انا سايباها تفك مع نفسها اهي، سايباها تفك مع نفسها وتشرب الماء اللي هتنزلها. آه بس كده. هحط بقى هنا دي التسبيكة اللي كانت باقية من المحشي لما انا كنت عاملة محشي، قلت احط عليها كده معلقتين، برضو ايه بتخليها حمرا وحلوة. ودي مكعب مرق دجاج. طبعا انا كده كده هعملها بالشوربة. انا كنت عاملة شوربة، كان عندي لحمة قبلها لما كنت عامله المحشي يعني. فبقى عندي شويه شوربه. احط بقى هنا بقى ايه الشطه طبعا. وحاطط بقى شويه ملح وشويه فلفل اسود ومرقه الدجاج. بس تشويحه صغيره كده بقى وخلاص. واقوم بقى حط عليها شويه الرز وشويه الشوربه، وهسيبها بقى ايه تستوي على مهلها. تمام. طبعا الناحيه التانية شغاله الفراخ معايا. هي لما هتستوي الفاهيتا الفراخ اللي احنا حاطين فيها ايه بصل وطماطم، وقطع الفراخ اللي مقطعينها رفيع، حاطين ملح فلفل اسود، شويه من السبع بهارات او ال11 بهار اللي انا وريتهولكوا ده، شويه زيت ولا سمنه ولا حاجه، بتعمل بزيت بس يبقى ايه يبقى زيت يعني نظيف. تمام. بس كده. طبعا انتوا واخدين بالكم ان انا بقلب بمعالق السيليكون. ها مش هقول لكم انا كل فيديو بقول لكم الطاسات او الحلل الجرانيت او السيراميك خدوا بالكم منها. يعني معلقه زي دي انا جايباها مش فاكره ب20 ولا ب25، بس هتحافظي على الطاسه او الحله بتاعتك، او ممكن تبقى صينيه كمان. يعني انت حافظي على حاجتك، الحاجه غاليه جدا جدا يا جماعه. واللي معاه حاجه دلوقتي ايه معنى اصح كده ايه خلي بالك منها يعني. تمام. هنحط بقى شوية الخل دول بقى اللي بيدوا طعم الفاهيتا. بصوا هي شاورما اللحمة شبهها، بس مش بنحط فيها الزيتون. الزيتون بس بنحطه مع الفاهيتا الفراخ. طبعا انا عايزه اقول لكم انا زمان زمان كنت اشتغلت في مطعم كده، كان تبع القوات المسلحه. فانا كنت شايفاهم بيعملوا الفاهيتا دي، فانا الفاهيتا دي جايباها من الشيف اللي كان هناك.
تمام. انا كنت معرفش يعني ايه فاهيتا دي بصراحة، او كانت هي لسه مش منتشرة قوي. لكن هو اللي قال لي بصراحة عليها، قال لي دي اسمها فاهيتا وكده. دقتها بصراحة عجبتني، ومن ساعتها وانا بقيت اعملها. ولما اتجوزت عملتها وعجبت محمد جدا جدا. بصوا بقى هنا، الفراخ هنا نزلت بقى شويه الميه بتاعتها. طبعا انا ما حطيتش ميه ولا حاجه، هي جابت ميتها لوحدها. ممكن بقى لو احتاجت ربع كوبايه ميه بس. طبعا الخضار اللي احنا حاطينه ده كله بينزل ايه، يعني شويه ميه، هي بقى بترجع تشربه وبتستوي منها لنفسها. تمام. خلاص بقى لما تستوي خالص وخلاص هطفي عليها، او محط عليها شويه الزيتون الاسود. بس عايزه اقول لكم على حاجه، انتوا تاخدوا بالكم، عشان ممكن الزيتون الاسود ده بيبقى فيه ملح. تمام. ده شويه سماق انا قلت احطها عشان تخليها كده ايه، لونها غامق شويه بدل ما هي فاتح كده. ممكن تحطي شويه بابريكا، ممكن تحطي معلقه صلصه، صلصه اللي هي الاكياس عادي برضو تنفع. وحطيت بقى شويه بقدونس عشان ايه، يعني ياخدوا من ريحه الفراخ كده والفراخ تاخد من ريحتهم. طبعا انا هحط شويه بقدونس تاني فريش، ومع الزيتون لما اجي احط الزيتون. تمام. فزي ما بقولك كده، انتي تاخدي بالك عشان اي حاجه هتحطي فيها الزيتون، خدي بالك عشان ممكن الزيتون ده يبقى حادق، فانتي ما تكتريش الملح في الاكل. اعملي حساب ان في زيتون انتي لسه هتحطيه. بصوا هنا خلاص، انا حطيت بقى الزيتون، وهنا الناحيه التانية دي اتشربت خلاص. بصوا، تحفه طبعا تحفه. كانت مشطشطه بقى وكانت طعمها حلو قوي بصراحه. انا حطيتها على الصاجه بقى عشان تتشرب براحتها. وهنا خلاص كده كنت هنا هطفي بقى خلاص، رحت حاطه بقى بقيه البقدونس. وطبعا انا جايبه فينو، هو المفروض كايزر، بس انا ما لقيتش كايزر، كان لسه هيعمل، فقلت بقى اجيب فينو وخلاص يعني. تمام. الاكله دي بقى ممكن طحينه، كاتشب، مايونيز، مستردة، انتي بقى ايه اي صوصات عندك. بص انا هنا عملت للولاد ده كل واحد اتنين كاتشب ومايونيز، بس انا بصراحه كسلت ان انا اعمل طحينه لان انا اليوم ده رحت السوق. فعايزه اقول لكم اليوم بتاع السوق ده بيبقى مرهق جدا بالنسبه لي. تمام. بصوا بقى الخلطه الجباره، عايزه اقول لكم انا يعني محدش يضحك عليا، ها، انا الاكله دي بحب قوي قوي اغمسها بالعيش، او اعملها سندوتش كده يعني. بصراحه بتبقى حلوه قوي 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 قوي. تمام. فهنا بقى هنعمل ايه، هنا بقى كان يعني اخر النهار كده، كان بعد الغدا بحبه. انا بحب اشرب قهوه بالليل. تمام. بصوا دي التفل بتاعي القهوه، يعني دي قهوه مشروبه، بس انا حسيت ان هي كتيره، فقلت انا هشيل منها كده ايه معلقه مليانه، عشان هنحط بقى عليها ايه، هنحط عليها طحينه. تفل القهوه بعد ما تشربي القهوه تحطي عليه كده معلقه طحينه. طبعا هي الكمية دي كانت كبيرة، يعني انا بعد كده هقلل طبعا. دي تحطيها بقى على كيعانك، ركبك، على رجلك، صوابع رجلك، على ايديكي من فوق، على وشك، على رقبتك. عايزه اقول لكم بتنعم بطريقه غير عاديه، وبتعمل، بصوا عارفين انتوا في ماسكات كده بتبقى مش عارفه اسمها، الطين المغربي باين ولا مش عارف ايه، ده احلى بكتير. ليه بقى؟ ده فيه طحينه، الطحينه فيها زيت وفيها سمسم وفيها دقيق. طبعا الحاجات دي كلها حاجات طبيعيه. والبن عبارة عن، يعني عايزة اقول لكم البن ده بيتحط للزرع وبيتحط للوش، بيتعمل صنفرة للوش، وبيتعمل في حاجات كتيرة جدا البن ده. فطبعا انت حاطة حاجتين يعني قنبلتين بصراحة. عايزة اقول لكم لما جيت انا حطيته على وشي وسبته لما ينشف، يعني حطي طبقة كده حلوة، بس خليه يداك كده يبقى زي الكريم. تمام، عشان ما يبقاش تقيل يتفرد معاكي سهل. فانا حطيته وسبته لحد ما نشف خالص، وتفركيه بقى بايدك كده حركات دائريه. عايزه اقول لكم ان اول فركه فركتها بايديا كده في وشي حسيت بالفرق والنعومه، لان طبعا الطحينه فيها زيت وفيها سمسم، السمسم كمان بيبقى فيه نسبه من الزيت. تمام. انت لما تيجي تغسلي وشك هتحسي ان وشك زي ما يكون في زيت، بس هو مش زيت، هو يعني ايه. طبعا انا هعمله بقى ان شاء الله مره واحده بس في الاسبوع. عايزه اقول لكم الماسك ده تحفه يا جماعه، تحفه، يستاهل ان انتوا تجربوه فعلا. حاجه طبيعيه جدا، الطحينه ما فيش فيها اي حاجه تضر بشرتك، زيت وسمسم. السمسم طبعا مفيد جدا جدا، الزيوت اللي فيه، والدقيق بيفتح. والقهوه طبعا مفيده جدا، ممكن صنفره، ممكن تعملي قهوه على ليمون، بس لو وشك مش حساس يعني. لو وشك عادي البشره بتاعتك طبيعيه،
بصوا بصراحة كان جميل ونضف ونعم. عايزة اقول لكم جربوه على ضمانتي. انا ما حبيتش ان انا اسجل الفيديو غير لما اشوف نتيجة الماسك ده الاول. انا ان شاء الله ده بيتعمل مرة واحدة بس في الاسبوع. تمام، واتفرجي بقى على وشك وعلى النور بقى اللي هيبقى في وشك. طبعا من وقت للتاني الواحد بيبقى محتاج حاجة زي كده، البيت والولاد والدنيا بتاخدنا بصراحة. بس خدي بالك من نفسك على قد ما تقدري يعني. انا بقول لكم وبقول لنفسي والله الكلام ده. قصة شعر جديدة، لون جديد، يعني على قد ايدك اعملي. انا بقى بتمنى النهارده ان الفيديو يكون عجبكم. يلا انزلوا بسرعة حطولي لايك، وبشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.